السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جاي لكم بفيديو جديد، وبالتالي جاي لكم بوصفه جديده. زي ما انتم شايفين طبعا معايا سوفندي او معايا اليوسفي. فاحنا هنعمل النهارده كيكه اليوسفي او كيكه السوفندي. طبعا احنا عارفين ان السوفندي بيكون طعمه وريحته مركزه اكتر من ريحه البرتقال. فاحنا مش هينفع نراضي البرتقال ونزعل السوفندي. فزي ما عملنا كيكه البرتقال هنعمل كيكه السوفندي وهننافس بيها كيكه البرتقال. فزي ما انتم شايفين يعني ما شاء الله، يعني اللهم بارك، طالعه جميله جدا، لونها جميل قوي، وكمان هشه وخفيفه جدا زي ما انتم شايفين، ومفرغه من جوه. وطعمها بجد بيدوب في بجد طعمها جميل، وريحتها طالعه بقى ايه، انتوا فاهمين ومش عاوزه اقول لكم. فاحنا طبعا هتدخلوا معايا بقى الفيديو وهنشوف تفاصيل كتيره قوي في الفيديو. اول حاجه كيكه السوفاتي الناس بتشتكي منها ان هي بتمرر معاه. طبعا هي بتمرر لسببين. اولا القشر الابيض اللي بيكون بره بعد ما بنقشر السفندية بيكون فيه يعني زي اللي انا بوريه لكم ده. يعني القشر الابيض ده هو اول اسباب بتخلي الكيكه بتاعتنا مره، او بيغمق لون الكيك معانا. فاحنا على قد ما نقدر هنشيله كده بالسكينه بعد ما بنقشر السفندية، نحاول نكحته كده بالسكينه. والله مش بياخد وقت ولا اي حاجه، وبمنتهى السهوله بيطلع معانا. تاني حاجه البذر بتاع السفندي. وطبعا كلنا بنحتار بقى ونمسك السفندي ونقعد نفعص فيها ومش عارف ايه عقبال ما نخرج البذر بتاعها. فسبحان الله، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ليه حكم في كل حاجه بيخلقها. فبمنتهى البساطه كده انت هتجيبي السفندية وهتقومي قطعاها من النص زي ما انا وريتكم كده. هتبصي تلاقي البذر كله يعني متمركز في مكان واحد بس، اللي هو نص السفندية. بمنتهى السهولة جدا بحرف السكينة كده هتقوم منزلة البذر اللي فيها كله، ومش هيبقى فيها أي بذر. دي الخطوة اللي ايه، الخطوتين الأولانيين. الخطوة التالتة بقى، احنا هناخد حتة كده من قشرة السفندي وهنستخدمها في الكيك علشان الكيك بتاعنا يبقى طعمه وريحته جميلة جدا. فهنكحت بالسكينة كده ونخرج كل المادة البيضاء اللي بتبقى موجودة في قشرة السفندية دي، هي برضو اللي بتمرر معانا الكيك. فاحنا هنكحتها كده بالسكينه او تحت الحنفيه كده ونغسلها، وتبقى زي ما انتم شفتوها ما فيهاش اي حاجه بيضه. وبعد كده هنجيب الخلاط بتاعنا، وهناخد السفندي اللي احنا جهزناه ونضفناه من البذر ومن القشر الابيض ومن كل حاجه، وهنحطه في الخلاط نفرمه فرمه كويسه جدا في الخلاط. ومش هنضيف عليه اي ميه، احنا عاوزينه مركز زي ما هو كده من غير اي اضافات. هنخلطه في الخلاط خلطه كويسه جدا. وبعد كده برضو هنرجع نصفيه من التفل بتاعه علشان ناخد السايل بقى يكون ناعم ونضيف ما فيهوش اي شوائب، علشان نطلع كيكه حلوه قوي. زي ما انتم شايفين هو مركز، انا ما حطيتش عليه ميه خالص، فاداني الكميه دي. هنركنه كده بقى ايه على جنب. وبعد كده هنشوف بقى المقادير اللي احنا هنستخدمها في الكيك بتاعنا. انا معايا هنا في الصينيه اللي انا استخدمتها معايا 3 بيضات، ومعايا باكت من البيكنج باودر او معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعايا باكت واحد فانيليا. طبعا السوفانزي الريحه هتغني، بس برضو ما ينفعش ان احنا نحط ايه باكت فانيليا. ومعايا كوبايتين من الدقيق، ومعايا كوبايه وربع من السكر. طبعا الزيت زي ما انتم شايفين برضو هاخد من الزيت بنفس المعيار بتاع الكوباية، هاخد زيت. وهاخد كمان من عصير السفند اللي معايا. هي كيكة بتطلع جميلة جدا، بس لو مشيتي على الخطوات صح هتطلعي احسن كيكة مش ممررة، وكمان لونها فاتح وكمان هشة وجميلة. فاول حاجة طبعا هجيب الخلاط بتاعي وهنزل بالبيض اول حاجة، واحط عليه الفانيليا كده. وبعد كده هنزل برضو ايه معلقة كده من الخل، علشان طبعا البيض نحط عليه فانيليا ونحط عليه خل. وبعد كده برضو الخلاط بتاعي، واخلط البيض كويس جدا في الخلاط. وانا احيانا بحط على البيض معلقه صغيره كده من البيكنج باودر، بيخلي البيض هش جدا والله وبتكون جميل. المهم طبعا ايه، حطينا البيض والفانيليا والخل كده، هنفضل نخفق فيهم كده لغايه ما لون البيض بتاعنا يفتح. وبعد كده هبدا اضيف السكر بعد ما اخلط البيض خلطتين 3 4 كده ولونه يفتح معايا. هبدا بقى ايه اضيف الايه السكر بتاعي. انا معايا كوبايه واحده بس من السكر، هضيفها كده على البيض وبرده هاخلط لغايه ايه نسبيا السكر ما يدوب تماما ايه مع البيض. وبعد كده بنفس الكوباية اللي أنا عايرت بيها السكر وعايرت بيها الدقيق، هعاير بيها الزيت بتاعي. أنا هستخدم كوباية إلا ربع من الزيت معايا في المقدار بتاع الكيك ده. وبرضه هضيف
الزيت تدريجيًا كده فوق البيض وفوق فوق السكر، وهاخلطه كده مع بعض. وممكن في الخطوة دي برضه نحط العصير بتاع الإستفندي اللي معايا على الخليط ده ونخلطه في الخلاط، بس يعني مش هتفرق، يعني أنا ما حطيتهوش في الخلاط، أنا حطيته بعد ما خلصت الخفق بتاع البيض والسكر والزيت. رجعت تاني وضفت العصير بتاعه السوفندي على الخليط ده بعد ما خلصت. فالمهم انا هقعد اخلط فيه كده لغايه لونه برضو ما يفتح معايا، يبقى لونه فاتح كده. بعد كده هبطل بقى خفق وهنزله. هنا معايا البوله دي اللي انا هحط فيها العجين بتاع الكيك. طبعا انا معايا الكوبايتين دي انا نخلاهم، بس هرجع انخلهم تاني. احنا عارفين ان يعني كتر نخل الدقيق طبعا بيدي الكيكه هشاشه كده، وبيخلي فيها فراغات وبتبقى كويسه. فانا طبعا هنخل تاني يعني كوبايتين الدقيق اللي معايا كده زي ما انتم شايفين. ومعايا ده الباكت البودر اللي معايا، او هنحط معلقه بيكنج باودر كبيره. لو عندك يعني سايب هتحطي معلقه كبيره. ومعايا كده ذره من الملح. وهقلب كل ده كده مع بعض. وبعد كده بقى نفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها الدقيق وعايرت بيها السكر والزيت، هعاير بيها كوبايه من عصير السفندي اللي انا كنت عاملاه في الاول، وهحطه فوق الخليط اللي انا عملته في الخلاط. وهقلبه تقليبه كده مع بعضه. وبعد كده هبدأ انزل برضو تدريجيا كده على الدقيق بتاعي بالخليط السائل اللي معايا ده، واخلطه كويس لغايه طبعا ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه للكيك بتاعي. هو طبعا يعني المعيار ده مظبوط جدا، هيطلع معاكي كيكه مظبوطه جدا. فهو العيار الدقيق على قد العيار المكونات السايله اللي معايا. هفضي كله على الدقيق، وبرده بالمضرب بتاعي كده في اتجاه واحد هخلط الكيك او المكونات اللي انتوا شايفينها كده في اتجاه واحد. وبس كده، هو كده خلاص الكيك بتاعنا خلص. بجد هتاخدوا كيكة جميلة جدا، النتيجة بتاعتها جميلة جدا. بقى معايا الخليط بالشكل ده، القوام بتاعه بالشكل ده. هجيب بقى الصينية اللي انا هحط فيها الخليط دي، الصينية اللي هي رقم 2 في اللي هو الطقم الصواني المستطيل. انتي ممكن عاوزة ارتفاع اكتر من كده، عاوزة الكيك اعلى من كده، هتحط في صينية اصغر من دي. بس انا بالنسبة لي الصينية دي مناسبة جدا للكمية اللي معايا. هنزله كده في الصينيه بتاعتي، وابدا اخبطه خبطه كده على الرخامه. والفرن بتاعي يا جماعه الفرن دافي مش سخن. الفرن اللي انا هدخل الكيك بتاعي عليه فرن دافي مش سخن، لان انت لو الفرن حامي قوي منك، الكيك اول ما هيدخل الفرن هيعلى ويرتفع مره واحده، وبعد كده هيهبط مني. فالفرن بتاعي دافي. انا دخلت الكيك بتاعي وعلى فرن دافي، والفرن يكون متوسط مش عالي قوي. وطلع معايا الكيك بالشكل ده، يعني لونه ما شاء الله، يعني اللهم بارك زي ما انتم شايفين. لونه جميل جدا، والكيك كله من فوق يعني لونه موحد وجميل جدا. والكيك بتاعي طري وخفيف، وكمان كله فراغات كده من جوه. وكمان الكيك فاتح زي ما انتم شايفين، لونه كده لون السفندي، يعني لونه جميل جدا. مش غامق معايا. اهم الحاجات اللي يعني هتخلي الكيك معاكي لونه فاتح، ان السكر يكون نوعه كويس، ان السكر يكون فاتح، وكمان نوع الزيت يكون كويس، وكمان البيكنج باودر اللي انت تكوني بتستخدميه يكون نوعه كويس. لان البيكنج باودر لو مش كويس هيغمق معاكي الكيك. فانا يعني فتحت الكيك من قلبه كده معاكم شايفين، يعني مفرغ من جوه وخفيف وجميل ولونه تحفه. وكمان والله ريحته كانت طالعه جميله. طبعا ريحه السوفان انتوا طبعا فاهمين. وبكده تكون طبعا الكيك بتاعنا خلص. لو مشيتوا على المقادير اللي انا قلت عليها هتطلعوا كيك مظبوط جدا. كيك هش، كيك كله فراغات كده وخفيف وطري، وكمان طعمه جميل جدا. ولا هو سكري قوي ولا هو السكر بتاعه خفيف. هي دي المكونات بتاعه الكيك اللي هتطلع معاكي كيك مظبوط جدا. فياريت بقى لو شفتوا الفيديو بتاعي تعملوا لي اللايك يا جماعه، متنسوش اللايك وتشتركوا عندي في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.